السلام عليكم. تعالوا نتعرف مع بعض النهاردة ازاي فيو بيرسم الضم بتاعنا من خلال التمبلت، علشان نعرف حاجة اسمها التمبلت سينتاكس. وده من خلال ان احنا اتعرفنا قبل كده ان اي ملف دوت فيو او من خلال السنجل فايل كومبوننت ان بيكون في جزء رئيسي هو التمبلت، والتمبلت ده بيحتوي على ال HTML بتاعنا اللي بيحصل له ريندر بعد كده ويتحول للضم. ده من خلال الداتا اللي بتكون موجودة عندي في الكومبوننت والفاريبلز المختلفة اللي احنا المفروض بنحددها. فبيحصل بعد كده ريندر لل HTML ده او للتمبلت ده، وبعد كده يتحول للضم علشان يترسم عندي على الشاشة. فطبعا في طريقتين علشان نبدأ نتعامل مع التمبلت. الطريقة الأولى وهي الأبسط والأكثر شيوعا وهي طريقة المستاش، وبعد كده هننتهي بطريقة الريندر فانكشنز برضو علشان ممكن نحتاجها في سيناريوز معينة. يلا بينا. ودلوقتي خلونا نتعرف ازاي التكست انتربوليشن بتاعنا بيشتغل مع فيو. يعني ازاي التمبلت او ال HTML بتاعنا الدايناميك ده اللي بيعتمد على variables موجودة في الكومبوننت بتاعتنا بيطلع في شكل كامل علشان يتحول لدوم. وده عن طريق اول طريقه نتعرف عليها هي المستاج، ودي من خلال الدبل براكتس. زي ما احنا شايفين اي حاجه بنحطها في الدبل براكتس بتاعتنا فيو بيقراها كجافا سكريبت اكسبريشن ويرسمها في الضم بتاعنا. فزي ما احنا شايفين كده عندنا المسج والكاونت كتو فاريبلز قدرنا ان احنا نستخدمهم عندنا في التمبلت بتاعنا او في ال HTML بتاعنا بكل بساطة. وبعد كده بيحصل لهم تحويل على الضم بتاعنا بالقيم بتاعتهم. ولكن هي الدبل براكتس او المستاج مش بتستخدم فقط في الطباعة، هي بتتميز بحاجة مهمة خالص اخدناها مع بعض قبل كده وهي الرياكتيفيتي. والرياكتيفيتي معناها لما بيحصل اي تغيير في الداتا بتاعتي بيحصل التغيير ده او بيسمع مباشرة في الشاشة بتاعتي او في الضم بتاعي. وده طبعا من خلال ان هو بيحصل ريرندر للجزء ده اللي اتغير عندي في الداتا بتاعتي. اول ما بيحصل اي تغيير في الداتا دي بيحصل لها على طول ريرندر في ال HTML بتاعي. فدي طبعا من الحاجات المهمة جدا اللي بتتميز بيها فيو جي اس. وطبعا احنا مش بنستخدم الفاريبلز بس في الدبل براكتس او المستاج، احنا ممكن نستخدم معاها جافا سكريبت اكسبريشن، يعني مثلا نطبق ميثودز معينه، نعمل عمليات حسابيه معينه. فده كله نقدر نستخدمه في الدبل براكتس بتاعتنا، هناخده بالتفصيل ان شاء الله في حلقه جايه. طب دلوقتي يا جماعة لو الداتا بتاعتنا بتحتوي على HTML tags مش عبارة عن string عادي، في الحالة دي لو احنا استخدمنا طريقة المستاج فهو مش هيقدر يترجم التاجز دي لكود طبعا يتحول كمارك اب على الدوم بتاعي، او ان هو يترجمه ك HTML كود يعني. ففي الحالة دي طبعا فيو بتوفر لنا دايركتيف، وطبعا هنتعرف على موضوع الدايركتيفز ده بشكل كامل خلال الحلقة بتاعته ان شاء الله. في دايركتيف اسمه في داش اتش تي ام ال، وده بيساعدنا ان احنا نخلي السترنج بتاعنا يرندر كمارك اب ككود اتش تي ام ال على الضم بتاعنا. فزي ما انتم شايفين كده لو احنا استخدمنا الدبل براكتس مع السترنج فهو هيحطها زي ما هي او هيترجمها في الضم بتاعنا زي ما هي كده من غير ما يترجم التاجات بتاعه ال HTML. بينما لو اشتغلنا على بقى ال HTML دايركتيف فهو هيترجم التاجز كلها عادي خالص وتتحول في الضم بتاعنا. ولكن ناخد بالنا من حاجة مهمة او ثغرة ممكن يستغلها اي اتاكر في الابليكيشن بتاعنا، وهي الاكس اس اس او الكروس سايت سكريبتنج. ودي لما احنا بنستقبل يوزر انبوت او داتا معينة من اليوزرز بتوع الابليكيشن وبنستخدم فيها ال HTML دايركتيف، ففي الحالة دي اي كود ممكن اي اتاكر يحقنه في الداتا اللي جايه لي دي هيترجم عندي على الابليكيشن عادي جدا. وطبعا ده بيكون كود بيشتغل على المتصفح بتاعي. يعني ايه؟ يعني هيبقى حاجة زي HTML او جافا سكريبت او CSS. في الحالة دي اي مستخدم هيفتح الداتا دي او يعرضها عنده هتتنفذ عنده بكل بساطة. فخلينا ندي مثال كده. لو احنا عندنا مثلا موقع اخبار وبنسمح لليوزر مثلا يعملوا تعليقات على الخبر بتاعنا او كومنتس يعني على الخبر بتاعنا، في الحالة دي لو احنا بنعرض الكومنتس دي بطريقة ال HTML directives او دايركتيف يعني، فاي حاجة هتجيلي في الكومنتس دي على طول هتترن عند اليوزر اللي هيعرض الكومنتس دي.
فممكن مثلا يستغلها ان هو يقرا مثلا الكوكيز او السيشنز بتاعت اليوزر، او ان هو يستغلها ان هو ينفذ ريكويستس باسم اليوزر ده على السيرفر بتاعنا، وهكذا بقى. في طبعا ثغرات كتير ممكن يستغلها من خلال ثغرة الاكس اس اس. وفي الحالة دي احنا بنحط قاعدة ذهبية كده ان احنا ما نستخدمش الفي داش اتش تي ام ال مع اي محتوى من اليوزر انبوت ابدا. يعني ما نستخدمش خالص الدايركتيف دهوت مع اي داتا جايالي من اليوزر. نستخدمه فقط مع الحاجة الموثوقة، الحاجة اللي أنا فعلا متأكد إن هي ما فيهاش أي مشكلة أو ممكن تسبب لي مشكلة بعد كده أو ثغرة. علشان كده احنا بنستخدمها في حالة مثلا لو الداتا دي جاية من الداشبورد، يعني احنا اللي مدخلينها صحاب الابليكيشن أو السيستم، أو جاية لي من أي طريق أنا واثق منه. لكن لو احنا عايزين نستخدمها مع الداتا اللي جايه من اليوزرز، فلازم نعمل لها كلين الاول. فطبعا في لايبراريز كتير ممكن نستخدمها علشان تساعدني في حاجه زي دي، وهكذا. ودلوقتي نيجي لجزء عملي جدا يا جماعه، وهو ازاي نربط الاتريبيوتس بتاعتنا بال HTML elements اللي موجوده عندنا في التمبلت بتاعنا. يعني مثلا لو انا عندي لينك معين عايز اربطه بالاتش او الاتريبيوت اللي هي اسمها اتش اللي موجوده على التاج بتاع الانكر. وطبعا هنا اللينك بتاعي بيحصل له تغيير بناء على الفاريبل اللي انا بربطه بيه. يعني مثلا اللينك ده ممكن يتغير بناء على داتا جايه لي مثلا من الباك اند او من الاي بي اي. فانا بكون محتاج استفيد من الديناميكيه دي بشكل كبير من خلال طبعا ان انا باصي التغيرات دي على اللينك بتاعي قبل ما يحصل له ريندر. فهنا بقى بيجي دور الفي داش بايند اللي بتوفرها لنا فيو علشان تعمل لنا عمليه البايند الاتريبيوتس بطريقه دايناميك بشكل كامل. وزي ما انتم شايفين كده قدرنا نعمل لللينك يو ار ال بايند للاتريبيوت اللي اسمها اتش عندي بطريقه دايناميك، واي تغيير هيحصل طبعا هيسمع بشكل اوتوماتيك. وطبعا في طريقة مختصرة للفي داش بايند لانها بتستخدم بكثرة او بتستخدم بشكل كبير خالص عندنا في الابليكيشن، فعملوا لها حاجة اسمها شورت هاند، انك تقدر تستخدم النقطتين على طول وبعديها على طول الاتريبيوت بتاعتنا. فكده طبعا بسطوا الموضوع خالص بدل ما نفضل نستخدم في داش بايند بشكل مستمر عندي في الكود. وفي حاجة كمان أكثر سلاسة طبعا مستخدمة بعد الفيرجن 3.4 في فيو، هي عملية ان نفس المتغير يكون بنفس قيمة الاتريبيوت. يعني ايه؟ يعني انا لو عندي متغير اسمه href، فانا ممكن من غير ما بصيله القيمة اصلا او المتغير استخدمه مباشرة نقطتين href. عندي مثلا متغير اسمه id، فانا ممكن على طول استخدم نقطتين id، وهو بيحصل عملية بايند مباشرة، بيقرا الفاريبل مع الاتريبيوتس وبيعمل لهم بايند بطريقة طبيعية جدا وبطريقة سليمة. وبعد كده برضو هنتعرف على حاجة كمان اسمها البوليان اتريبيوتس. في اصلا اتريبيوتس معينة قيمتها بتعتمد على ان هي موجودة او لا. يعني مثلا عندنا اتريبيوت الريد اونلي، لو هي موجودة اصلا على التاج بتاعي فهي بتكون معناها ان هو بترو، يعني لازم نديله الريد اونلي الخاصية دي. او مثلا عندنا الديسيبل برضو لو هي موجودة او مكتوبة على التاج فهو على طول بيترجمها ان انا اعمل ديسيبل للايه، للتاج بتاعي ده. في الحالة دي فيو ذكية بقى بتتعامل مع الموضوع بطريقة ذكية، فبيروح يباصي فاريبل قيمته ترو او فولس. فلو الفاريبل ده قيمته بترو بيروح على طول يرسم او يكتب الاتريبيوت دي على التاج بتاعي. لو قيمته فولس بيشيلها خالص من الاتريبيوت، بحيث ان الاتريبيوت دي يحصل لها انيبل او ديسيبل بناء على الايه، او يكتبها او لا بناء على قيمة الفاريبل بتاعي ترو او فولس. كمان في مواقف معينة بنبقى عايزين نربط كذا اتريبيوت على نفس الاليمنت. طبعا عدد من الاتريبيوتس بيكون كتير، فده بيخلي الموضوع طويل ومتكرر وبيوصل لمرحلة ملل شوية. فزي ما انت شايف مثلا لو انا عايز اربط الاي دي والتايتل والكلاس والداتا رول، فاحنا بنعمل كل واحد ببايند خاص بيه وبنعمل له فاريبل برضه خاص بيه. ولكن فيو جي اس عطتنا الطريقة الذكية اللي احنا نجمع فيها كل الاتريبيوتس دي ونعمل لها بايند مرة واحدة.
وده طبعا من خلال ان احنا بنباصي اوبجكت فيه كل الاتريبيوتس دي بالقيم بتاعتها للدايركتيف بتاع البايند، وهو بيترجم كل اتريبيوت لكي والفاليو بتاعته اوتوماتيك من غير ما نضطر ان احنا نكتب كل واحد على حدة. وزي ما انت شايف كده الموضوع بيبقى ابسط كتير. وده طبعا هنستفيد منه كتير لما يكون في مثلا مجموعة اتريبيوتس جاية من اي بي اي، او مثلا config اوبجكت جاي لنا في كل الاتريبيوتس اللي احنا عايزين نبصيها للاليمنت بتاعنا. فمرة واحدة كده بطريقة دايناميك مع الدايركتيف بتاع البايند بتاعنا بنضيف الايه الاوبجكت ده. او مثلا في سيناريو تانية لما بنكون عايزين نباصي بروبرتيز معينة للتشايلد كومبوننت، وده حاجات هنعرفها ان شاء الله قدام مع درس الكومبوننت او حلقة الكومبوننتس ان شاء الله. وده بيكون طبعا بطريقة بسيطة جدا بنباصي الاوبجكت بشكل كامل، فبيتحول عندي لمجموعة بروبرتيز او اتريبيوتس للكومبوننت دي زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله. ودلوقتي زي ما شفنا يا جماعة طريقة المستاج قدرنا ان احنا نفصل ما بين التمبلت بتاعنا وما بين اللوجيك بتاع الجافا سكريبت. وده طبعا بيديني طريقة تنظيمية علشان استفيد بأكبر قدر ممكن من الفيتشرز اللي بتوفرها لي فيو، من خلال طبعا الدبل براكتس ومن خلال الدايركتيفز المختلفة اللي احنا تعرفنا عليها واللي لسه هنتعرف ان شاء الله عليها خلال الحلقات اللي جاية. وطبعا فيتشرز تانية اكتر هنقدر بشكل بسيط وبشكل طبعا منظم نستخدمها مع طريقة المستاج علشان يفصل لي ال HTML عن الجافا سكريبت بتاعي. ولكن في طريقة تانية نقدر نستخدمها علشان ندمج ما بين ال HTML بتاعنا والجافا سكريبت. يعني لو احنا عايزين نستخدم كود ال HTML مع كود الجافا سكريبت مباشر، فدي طبعا طريقة تانية بنقدر نستخدمها مع فيو علشان يرسم لي التمبلت او الضم بتاعي. ودي طبعا طريقة الريندر فانكشنز او الجي اس اكس. والجي اس اكس هتكون فيميلر شوية او معروفة بالنسبة للناس اللي ليها معرفة بالرياكت جي اس، لانها بتعتمد اصلا السيناريو ده. طيب الأول كده خلينا نشوف طريقة الريندر فانكشنز. طبعا بتستخدم حاجة أو الأول كده اللي احنا بنستخدمها مع ملفات بنستخدمها مع كود جافا سكريبت، يعني محتاجين نستخدمها داخل ملفات جافا سكريبت، يعني هتبقى امتداد جي اس. ففي الحالة دي بنستخدم أو فيو بتوفر لنا دالة اسمها اتش اختصار هايبر سكريبت، من خلالها بنقدر نديلها اسم الاليمنت اللي احنا عايزين نرسمه وايه الفاليو بتاعته. طبعا لو احنا عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن استخدام الريندر فانكشنز او الجي اس اكس هسيب لك الرابط في الوصف تقدر تطلع على تفاصيل اكتر، علشان لو انت عايز تستخدمها في سيناريو معين. احنا النهارده هنقول الحاجات البسيطة او نبذة بسيطة كده عن الموضوع عشان تبقى انت فاهم احنا ممكن نحتاجه في ايه او ممكن نستخدمه ولا لا. فدي طبعا اول طريقه هي الريندر فانكشنز، من خلال داله السيت اب بتريتيرن الايه الاوتبوت بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فقدرنا من خلال الكومبوننت بتاعتنا العاديه اللي استخدمناها بطريقه المستاج، قدرنا بقى في ملف الجي اس بتاعنا ان احنا نستخدم طريقه الريندر فانكشنز. طيب تعالوا بقى نبص على الطريقة الأنظف شوية واللي هي أصلا معتمدة لبعض الفريم وركس التانية، هي طريقة الجي اس اكس، وهي اختصار جافا سكريبت اكس ام ال. جافا سكريبت اكس ام ال. ودي طبعا بتقدر تكتب كود اتش تي ام ال مباشر عندنا في الجافا سكريبت. هو طبعا يا جماعة السيناريو ده هو بيكون معتمد بشكل أكبر للناس اللي عندها طبعا باور شوية مع الجافا سكريبت وبتحب تكنترول كل حاجة من خلال كود الجافا سكريبت. فانت بتيجي كاتب بقى ال HTML بتاعك مباشر مع كود الجافا سكريبت، فبيديك كنترول طبعا اكبر عليه. ففي الحالة ديت بتظهر معاك سيناريوهات مختلفة ممكن تستخدم فيها الموضوع، زي ان عندك مثلا لوجيك معقد شوية في عملية الريندر، او بتبني لايبراري مثلا وعايز تبني الكومبوننت بتاعتها بطريقه معينه، وهكذا. او عايز تستخدم الباور بتاع الجافا سكريبت نفسه تبقى هي الحاجه الاعم بالنسبه للكود بتاعك، وهكذا بقى. يعني في سيناريوز مختلفه ممكن تضطر انك تستخدم الاسلوب ده في انشاء الاوتبوت او التمبلت بتاع الكومبوننتس بالنسبه للفيو.
ولكن زي ما احنا عارفين ان طريقة التمبلت او المستاج هي المعتمدة بنسبة 99% بالنسبة للمبرمجين، او في الاغلب انت مش هتستخدم غيرها ان شاء الله. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الطريقة التانية، فزي ما قلت لك الرابط معانا في الديسكريبشن، تقدر تشوف تفاصيل اكتر ان شاء الله.